السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات العمراني. واليوم كيف ما وعدتكم فيديو سابق غنشارك معكم المملحات. فيديو سابق شاركت معكم التورته، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم 3 الاشكال ديال المملحات بعجين واحد وبحشوات مختلفه ومتنوعه كيجيو رائعين بزاف كفكره لاي مناسبه او لا فكره للعشاء ولا للغدا. ونبداو في المقادير والطريقه. وغنحتاجو 1 الكاس ديال الحليب و1 الكاس ديال الماء يكونوا دافيين، ونضيف 1 معلقه كبيره ونص ديال الخميره الفوريه ولا الخميره ديال الخبز، ونضيف 1 معلقه كبيره ونص ديال السكر، 1 معلقه صغيره ديال الملحه، ونضيف 1 معلقه كبيره ديال الخل، 1 معلقه صغيره ديال المطارد او الخردل الاختياري، 1 بياض ديال البيض، وربع كاس ديال الزيت النباتيه. غنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كيندمجوا، ومن بعد نضيفوا الدقيق تدريجيا، نضيف 1 معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ومن بعد نبقاو كنخلطوا مزيان بهذه الطريقه هذه. وحنايا كنضيفوا الدقيق والعجينه اللي خصنا نتحصلوا عليها خصها تكون كتلصق في يدين باش كيجيونا المملحه ديالنا رطبين. ومن بعد نضيفوا 1 معلقه كبيره ديال الزبده، ونحاولوا ندخلوا ديك الزبده في العجينه مزيان ونجمعوها بهذا الشكل هذا. ومن بعد نغطيوها ونخليوها تختمر تقريبا 30 حتى 40 دقيقه حتى كتختمر العجينه مزيان بهذه الطريقه هذه. ومن بعد ما كتختمر غنحاولوا نخرجوا منها داك الهواء كامل اللي كيكون فيه بهذه الطريقه هذه. وغنشرو شويه ديال الدقيق على سطح العمل لان العجينه باقا شويه كتلصق في اليدين. ومن بعد ننزلوا فيها العجينه ديالنا، وهنايا غنشكلوها على هذا الشكل هذا، ونحاول نقسموها ل3 ديال القطع. وهنايا غنعمل انا 3 ديال الاشكال، ولا بغيتو اشكال اكثر ولا اقل ممكن تقسموها غير لجوج او ل4 ديال الاشكال حسب الرغبه. انا هنايا غنعمل معكم 3 ديال الاشكال. ومن بعد غنشكلوهم بهذا الشكل هذا، ونعملوا لهم هيدا بلاستيك غذائي باش كيبقاو رطبين، ونخليوهم جانبا هاد الجوجه. ونبداو باول وحده. وبالنسبه للعجينه الاولى فغنعمل بها ميني برجر ولا ميني همبرغيسات كيجيو هيدا صغارين. وهنايا غنشكلوها بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نقسموها قطع يكونوا صغارين بهذا الشكل هذا. وهنايا تقريبا عملت 23 حبه ديال البرجر، كل وحده فيها تقريبا 15 غرام. يعني ضروري خصنا نعملوهم صغارين حيت باقي غيخمروا وغندخلوهم باقيين الفران غيزيد يضاعف الحجم ديالهم. فكل ما عملناهم صغارين كل ما غيكونوا احسن وكيجيو التشكل ديالهم كيجي رائع بزاف. هنايا غنشكلوهم هيدا على شكل كريات بهذه الطريقه هذه، وغنعملوهم في شي صينيه اللي فرشت عليها ورق الطبخ، ونحاولوا نخليو واحد المسافه بيناتهم. ومن بعد ما كنساليوهم كاملين غنضغط عليهم واحد شويه باش ملي كنعملو فيهم الحشوه ما كتبقاش تخرج ديك الحشوه. وهنايا غطيتهم وغنخليهم جانبا يختمروا. بالنسبه للعجينه الثانيه فغنعمل بها ميني سندويشات كيجيو صغارين حتى هما كيجي الشكل ديالهم رائع بزاف. هنايا غنقطعوهم هيدا حتى هما طريفات صغار بهذا الشكل هذا، وغنحاولوا نعملوهم صغارين كما كتشوفوا، ونحاولوا نشكلوهم هيدا على شكل كريات، ونرشوا شويه ديال الدقيق. ومن بعد نطلقوا هاد الكريه مزيان بهذه الطريقه هذه. غنحاولوا نطلقوها واحد شويه. هو الحجم ديالو كيكون صغير بزاف كما قلت لكم، باقي غنخليهم يختمروا ويدخلوا ان الفران غيزيد يضاعف الحجم ديالهم. فمن الاحسن انهم يكونوا صغارين باش كيجي الشكل ديالهم مزيون. وهنايا غنطلقوها واحد شويه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. من بعد غنهزوها ونعملوها بهذه الطريقه هذه. كنجيبوا ديك الفوقاني كنزلوها هيدا في الوسط، كنضغطوا عليها شويه، من بعد كنكملوا عاوتاني الدوره ديال العجينه صافي. وهنايا غنحاول نضغط عليها مزيان باش ما كيتفتحوش، فغنبقاو نضغطوا عليها بحال اللي كنقرصوها بهذا الشكل هذا. حتى في الجناب ايضا كنحاولوا نعوضوها باش كتجينا هيدا ميني سندويشه صغيره كتجي رائعه بزاف حتى هي. ونعملوها حتى هي في صينيه ديال الفران اللي فرشته بورق الطبخ، ونخليوها جانبا تختمر. ونجوزو للعجينه الثالثه. بالنسبه للعجينه الثالثه فغنعمل بها ميني بيتزا. بالنسبه للميني بيتزا ضروري كنرشوا الدقيق مزيان باش ملي كنجيو نهزوا البيتزا ديالنا ما كيلصقوش. ملي كنرشوا الدقيق مزيان وكنحاولوا نطلقوها، حاولوا ما تطلقوهاش بزاف باش ما يجيوناش ميني بيتزا ديالنا رقاقين بزاف. بعد ما كنطلقوهم مزيان غنعملوا بهم هيدا دوائر والحجم حسب الرغبه. وهنايا غنحيدوا دوك الزوائد اللي زايدين. هاد الزوائد كنجمعوهم كنعاودوا نشكلوا بهم مره اخرى ميني بيتزا ديالنا. وهنايا هذا هو الشكل ديال الميني بيتزا ديالنا. ونعملوها في شي صينيه. بالنسبه لهاد ميني بيتزا ما كيحتاجوش انهم يختمروا مباشره، كندخلوهم الفران باش يطيبوا.
ونرجعوا البرجر ديالنا اللي خليناه حتى اختمر مزيان. هنا هاد البرجر انا غير على ما ساليت دوك العجينه الثانيه والثالثه حتى كانوا هادو اختمروا، ولكن على الاقل خاصنا نخليهم واحد 20 دقيقه حتى كيختمروا مزيان وكيضاعف الحجم ديالهم. بعد عاد كندهنوهم باصفر ديال البيض، وكنعملوا هيدا شويه ديال الزنجلان او نعملوا اي حاجه من الفوق وندخلوها نفران. كنعملوا الصينيه ديال الفران تحت والحراره من تحت على 170 درجه حتى كيطيبوا مزيان. من بعد كنشعلوا لهم من الفوق باش كيتحمروا وكنجبدوهم. وبالنسبه للميني ساندويشات حتى هما كندهنوهم بصفار ديال البيض ونعمت عليهم حبوب ديال الشيا. ممكن تعملوا اي حاجه كتفضلوها تزينوا بها من الفوق، ولا ممكن تخليهم كيف ما هما وندخلوهم يطيبوا حتى هما. وهذا هو البرغر ديالنا كيفاش جا من بعد ما طاب. كنخليوهم يطيبوا كيتحمروا مزيان من التحت ومن الفوق. من بعد كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو هشاشين رائعين بزاف. وهادو ميني سندويشات حتى هما بعد ما طابوا خليناهم يتحمروا حتى هما. وبالنسبه للميني بيتزا فكنعملوا لها نص طياب، ما كنطيبوهاش بزاف، كنخليو العجينه غير تشد فراسها شويه، ما كنخليوهاش يتحمر. هي كنقدروا هيدا نهزوها بيدنا صافي كنحيدوها مباشره. بالنسبه لي انا هاد المملحات طيبتهم فحال اليوم وعملتهم هيدا في واحد الصينيه وغطيتهم خليتهم في الثلاجه حتى الغدا ديالو عاد بديت كنعمر هيدا باش ما كيجمعش علينا بزاف ديال الشغل. بالنسبه للبرجر ديالنا فغنقسموه هيدا في النص، ودائما الجهه التحتانيه كنخليوها غليظه شويه، وكنعملوا شويه ديال المايونيز ونعملوا الكفته. بالنسبه للكفته الطريقه ديالها كنعمل شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود، وكنحاول نشكلهم هيدا دوائر وكنضغط عليهم وكنعملوهم في شويه ديال الزويته وكنخليهم حتى كيطيبوا مزيان. بعد عاد كنحيدوهم، ومن بعد كنزلوا الكفته ديالنا بهذا الشكل هذا ونعملوا واحد القطعه ديال الجبن اللي على شكل مربع وشويه ديال الطماطم والخس من الفوق، ونزلوا عليها طبقه اخرى ديال البرجر ديالنا. بالنسبه لهذيك الطبقه الفوقانيه ضروري كنعملوا لها شويه المايونيزا وننزلوها، وهنايا غنشبروهم بهذا العويد هذا، ولا ممكن تشبروها باي حاجه كتفضلوا. وبالنسبه للميني ساندويشات حتى هما كنقسموهم في النص بهذا الشكل هذا، كندهنوهم هيدا بشويه ديال المايونيزا وكنعملوا الخس. وهنايا الدجاج حتى هو طيبته غير مع شويه ديال الملحه وفلفل اسود وقطعتهم هيدا طريفات صغار، حتى هما غنزلوهم بهذا الشكل هذا ونعملوا هيدا واحد القطعه ديال الجبن مربع اللي قسمتوه هيدا على شكل طولي وصافي. وهذه هي السندويشه ديالنا كيفاش كتجي. وبالنسبه للميني بيتزا فغنعملوهم هيدا في شي صينيه ديال الفران، وغنعمل عليهم شويه ديال صلصه ديال الطماطم وشويه ديال الثوم بهذا الشكل هذا، ونعمل زيتون اخضر اللي مقطع هيدا قطع صغار، ونزل عليهم شويه ديال جبن مبشور، استعملوا اي نوع جبن كتفضلوا، ونعملوا عليهم زيتون هيدا من الفوق للتزيين، وندخلوهم الفران باش كيطيبوا مزيان. كنعملوا الصينيه ديال الفران الوسط والحراره من تحت ومن الفوق، كنخليهم حتى كيتحمروا وكيذوب داك الجبن، بعد عاد كنحيدوهم. وهذا الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا كما شفتوا، طريقه سهله بزاف كيحمروا الوجه. هيدا شي مناسبه اولا ممكن توجدوهم كما قلت هيدا غير العشاء اولا الغداء، صراحه كيجيو رائعين شكلا ومذاقا، ضروري جربوهم. وما نساوش تخليوا لي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم جديد، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.